السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. اليوم في هذا الفيديو هذا حاولنا نديرو على أسباب الرفض في القرعة ديال أمريكا اللي كتنظم كل سنة في شهر أكتوبر. اليوم إن شاء الله نحاول نجاوب على كل أسباب الرفض في هذه القرعة. قبل ما نشوفوا أهم المعطيات حول قرعة أمريكا 2024-2025، كنتمنى ديروا اشتراك في القناة وتدعمونا بلايك الفيديو ببارطاج باش يوصلكم كل جديد بخصوص أي مباراة مقبلة إن شاء الله. كما كتعرفوا بأن أمريكا كتنظم كل عام قرعة للهجرة إلى أمريكا. هاد القرعة كتتم عشوائيا عبر السحب بالكمبيوتر، والتسجيل يكون فيها بالباك، أن تكون حاصلا على شهادة البكالوريا، وأن تكون مستوفي 18 سنة فما فوق. أما بالنسبة لجواز السفر غير مطلوب. بالنسبة للتسجيل كيكون في 5 أكتوبر إن شاء الله. كما كتعرفوا عندما يفتح موقع ومع اقتراب التسجيل في قرعة أمريكا ابتداء من 5 أكتوبر 2023، إليكم أسباب الرفض في القرعة. السبب الأول والسبب الأشهر اللي كيطيحوا فيه أغلبية ديال الناس، اللي هو كيعمروا أكثر من طلب واحد. راه ضروري تعمر غير طلب واحد، ميمكنش تزيد على الطلب. إلا عمرتي الطلب الثاني كيتلغاو ليك بجوج، لهذا حذاري يعمر شي واحد فيكم طلب تاني، وما تعمروش في الأول حتى كدوز شي يومين، لحقاش السيت كيكون عليه الضغط بزاف، لحقاش العالم كامل كيتسجل فيه. حاجة تانية، انك الا ما دخلتش البيانات بشكل صحيح كتلغى، وما كتذكرش بيانات معينة كتلغى. واهم حاجة هي الصورة، وهذا مشكل كيطيحوا فيه بزاف ديال الناس، والاغلبية ديالهم ما عارفينش كيفاش كيتصوروا وشنو هما الحالات اللي واجب يكون فيها في حالة الصورة. بمجرد تكون الصورة غير موافية للمعايير كتطلب كيترفض مباشرة. وكنهضر عليها وكنعاود نهضر عليها لحقاش هي مهمة بزاف. وأبعاد الصورة كما قلنا لكم، العرض والطول تكون فيه 600 على 600 بيكسل. حجم الصورة ما كيفوتش 240 كيلو بايت، والصورة تكون JPEG، ما تكونش شي صيغة أخرى، وتكون الصورة على خلفية بيضاء. إذا كانت غير خلفية بيضاء فهي مرفوضة. والصورة كذلك تكون بداية منتصف الصدر حتى الرأس، وتكون شادة حوالي 50% ما بين الصدر والرأس. الصدر والراس ديالك خاص يكون مشدود فيه 50% من مساحة الصورة. كذلك الوجه والأكتاف كيكونوا موجهين تماما للكاميرا، في حين ما خاصكش تكون ضحك ولا تكون مأباس ولا تكون مبتسم بزاف، ولا يكونوا عينيك مفتوحين ما يكونوش ناعسين. لهذا مرجو تصوير بصورة حسنة وجيدة. وكذلك ما يكونش الظل لا في الخلفية ولا في جوانب الوجه. أما بالنسبة لمسألة الباك حر في قرعة أمريكا، مثلا خرجتي من الكاتريام، درتي باك حر، فإنك غير مقبول.
خرجتي من السانكيام دفعتي باك حر غير مقبول. خرجتي من الباك منجحتيش درتي باك حر مقبول في التسجيل. خرجتي من سيزيام أو أولى باك درتي باك حر كترفض. عندك الباك هاد العام ضامن راسك غادي تنجح راك مقبول. وتوضيح آخر، عندك باك بليس ان أو باك بليس دو أو الإجازة أو الماستر، خاصك الدفع إن شاء الله. وبالنسبة للشرط الأهم هو خاصك تكون قريتي 12 العام على الأقل. المهم هادو هما أسباب وشروط قرعة أمريكا للتسجيل في 2024-2025. كنتمنى تكونوا استفدتوا معنا، ولا عندو شي تساؤل يحاولوا يحطولنا في تعليق نحاولوا نجاوبوا عليه ويستافدوا أصدقاء ديالكم بصفة عامة. نتمنى ديروا اشتراك في القناة وزيد تدعمونا بلايك الفيديو وبارطاج باش يوصلكم كل جديد بخصوص أي مباراة مقبلة إن شاء الله. والسلام عليكم.